HR لأول مرة في الوطن العربي، برنامج مخصوص لأقوى فريق HR جاهز ياخد سوق العمل. بعد رحلة كبيرة في دبلومة ال HRMD، كل فريق بقى قادر يطلع استراتيجية حقيقية لأي شركة. تعالوا نشوف الشركة اللي اشتغل عليها الفريق ازاي فكروا وخططوا وقدموا حلول فعلا ما تطلعش غير من HR. مساء الخير، أنا يارا محمد. النهارده هنقدم البروجكت بتاعنا عن شركة ألفا. في البداية الفكرة الأساسية كانت إن إحنا كنا عايزين نربط ال HR استراتيجي بالبيزنس استراتيجي، بحيث إن الموارد البشرية تكون بتساعد في تحقيق أهداف الشركة المستقبلية فعليا. أنا هقدم معاكم النهارده ال OD والتالنت أكوزيشن. بس قبل ما نبدأ خليني أديكم بريف سريع عن شركتنا. إحنا شركة ألفا للاستيراد والتصدير، اتأسست سنة 2020. عدد الموظفين الحالي 100 موظف، وبحلول 2027 حابين إن إحنا نزيد من القوى العاملة، بحيث ان ده هيساعدنا نزيد من فرصه المبيعات والارباح. كمان الفا بتستخدم نظام اودو اللي بيوحد جميع الاقسام او بيربط جميع الاقسام بتاعه الشركه ببعضها، فده هيكون بيساعد على اتخاذ القرارات اسرع وادق. كمان استندنا الى استراتيجيه الماركتنج ميكس قويه بتشمل المنتج والسعر والترويج والتوزيع. فعشان ناسس اتش ار استراتيجي صح، بدانا بالسوات اناليسيز. احنا نقاط القوه بتاعتنا جوده عاليه في المنتجات، واستراتيجيه تسويق قويه، وبيئه عمل منظمه. بس على الجانب الاخر في برضو نقاط الضعف، زي ارتفاع بعض التكاليف التشغيليه ومحدوديه فرص الترقي، وبعض المديرين عندنا محتاجين للتدريب والتطوير. الفرص بتاعتنا كانت ان احنا عندنا موردين باسعار مناسبه. كمان احنا كنا بنعتمد بشكل متزايد على السوشيال ميديا علشان نجذب عملاء جدد. برضو على الجانب الاخر كان عندنا بعض التهديدات، زي في منافسين اقوياء اصلا اوريدي موجودين في السوق من قبلنا، برضو عندهم علاقات موردين اقوى، وطبعا في دخول شركات الكترونيه جديده بتكاليف واسعار اقل. فالسوات ساعدتنا ان احنا نشكل الاستراتيجيه. فالفيجن بتاعنا ان احنا عايزين نبقى الشركه الاولى في الاستيراد والتصدير في المنطقه، طبعا مع التوسع دوليا. اما الميشن فتقديم حلول استيراد وتصدير متكامله بتتميز بالجوده العاليه والكفاءه واقل سعر وسرعه تسليم. اما الفاليوز دي القيم اللي بتوجه كل قرار وعلاقه داخل الشركه، زي الثقه والنزاهه والابتكار والجوده. البيزنس استراتيجي اللي احنا كنا قايمين عليه اعلى جوده زائد اقل سعر لجميع شرائح العملاء. الاتش ار استراتيجي بتاعتنا كانت قايمه على 4 محاور. اول حاجه الاتراكتنج ورك فورس، كنا بنسعى ان احنا نزيد عدد المتقدمين المؤهلين، ونقلل برضو وقت التوظيف من 45 يوم ل 15 يوم. الديفلوبينج ورك فورس زي تنفيذ برامج تدريبيه ورفع كفاءه واداء الموظفين. والمينتيننج ورك فورس زي تقليل معدل دوران العماله. وعندنا اخر حاجه الالايننج بيبل وذ جولز، زي تطبيق نظام الكي بي ايز على جميع الادارات. وان احنا برضو عايزين نرفع نسبه تحقيق الاهداف الاستراتيجيه المخططه خلال السنه. وعشان نضمن ان الخطه بتاعتنا هتنجح ان شاء الله، فاستخدمنا البالانس سكور كارد على 4 محاور. اول حاجه الفاينانشال زي خفض تكلفه التوظيف، والامبلوي زي تحقيق رضا الموظفين، والانترنال بروسيس زي تقليل مده التوظيف، والليرنينج اند ديفلوبمنت زي تدريب 90% من جميع الموظفين على مستوى الشركه خلال عام. ده الاورجانيزيشن ستراكشر بتاعنا. احنا صممنا هيكل مكون من 13 اداره مع خطوط ابلاغ واضحه من السي او للخطوط الاماميه. طبعا صممناه عشان يدعم نمو بنسبه 100% بحلول 2027، وعشان كل موظف يبقى عارف دوره ماشي صح ازاي. عملنا كومبنسيشن فريم ورك بحيث ان احنا نقسمهم على 3 مستويات. اول حاجه الكور كومبتنسز والليدرشيب كومبتنسز والفانكشنال كومبتنسز. عملنا برضو جوب اناليسيس وجوب بروفايل، هقوله لكم سريعا كده. اخترنا البيرسونال سبيشالست، طبعا الديبارتمنت بتاعه هو الاتش ار، وبيريبورت للاتش ار مانجر على جريد 5. مهامه اليوميه كانت متابعه الحضور، اداره ملفات الموظفين، وطبعا التامينات الاجتماعيه، وتحديثات نظام اودو وتسجيل الاجازات. الادوات المستخدمه اللي كان بيحتاجها برضو اودو اتش ار سيستم، حضور وانصراف، مايكروسوفت اوفيس، وبوابات الحكوميه الالكترونيه. الهدف من الوظيفه بتاعته ان احنا كنا عايزين ان هو يبقى بيحافظ على انه بيتعامل مع حقوق وواجبات الموظفين فيما لا يتعارض اطلاقا مع قانون التامينات الاجتماعيه وقانون العمل. بالنسبه للكي بي ايز بتاعته كانت تسجيل 100% من الموظفين في التامينات خلال اول اسبوع، وطبعا مراجعه بيانات الموظفين وتقرير الحضور والانصراف، والاجازات يكون متابعها اول باول 24 ساعه. بعد كده هندخل في التالنت اكوزيشن. احنا عملنا ورك فورس بلان بحيث ان احنا نربط كل اداره بالاهداف الاستراتيجيه للشركه. فعلى سبيل المثال اداره الاتش ار كانت مهمتها ان هي او مسؤوله عن ان هي تضاعف القوى البشريه،
اداره السيلز كانت مسؤوله ان هي تضاعف المبيعات، وطبعا الماركتنج ان هي مسؤوله عن تزويد الليدز او ان هي تجذب عملاء جدد من خلال السوشيال ميديا والماركتنج بتاعتها. بعد كده عملنا مان باور بلان بحيث ان احنا نحدد الجاب اللي محتاجينها في كل اداره. فيعني اختصارا طلعنا ان احنا محتاجين 44 موظف على مستوى الشركه كلها، دول الجداد بحلول 2026 او خلال 2026 كمرحله اولى قبل ظهور الاحتياج الفعلي، عشان نضمن ان في وقت كافي للسكريننج والاونبوردنج والتدريب الموظفين الجدد. فال 44 موظف دول احنا عملنا هايرنج تايم لاين بحيث ان احنا نعينهم على الفور كوارترز بتوع السنه، ما نبقاش زنقلهم كلهم في كوارتر او تو كوارترز بس، عشان برضو نضمن انه في وقت كافي للسكريننج والاونبوردنج وكل ده. بس وانا كده خلصت الجزء بتاعي، دينا هتكمل معاكم وشكرا لوقتكم. مساء الخير. الجزء الخاص بيا عباره عن 2 مديول، ال L&D والتوتال ريورد. هبدا بجزء ال L&D، واول حاجه فيها هو ال KPIs. في البدايه انا اشتغلت على ال KPIs الخاصه بتيم الماركتنج، وكان هدفنا الرئيسي ان احنا نركز على وظيفه كل واحد فيهم ونطلع الاداء بشكل ممتاز. فاول حاجه الماركتنج مانجر ركزت فيه على قياس اداء خاص مرتبط باهم مسؤولياته زي نمو المبيعات وفي قياده الفريق والتخطيط الاستراتيجي والفعاليات والتواجد. وطبعا قبل ما اعمل ده حددت السمارت اوبجكتيف لكل وظيفه، وطبعا كل مؤشر عندي واخد ويت بناء على اهميته وعلى حجم الوظيفه بتاعته. بعد كده وظيفه السوشيال ميديا سبيشاليست ركزت فيها على مؤشرات مرتبطه بمعدل التفاعل وزياده عدد المتابعين وصناعه المحتوى والردود والتفاعل، وكان الفاينل سكور بتاعي تقريبا 94%. بعد كده وظيفه الماركتنج كوردينيتور ركزت فيها على مؤشرات زي اداره المحتوى والتنسيق والعمليات وتنفيذ الكامبينز والتقارير والتحليل، وكان الفاينل سكور بتاعي حوالي 86%. بعد كده وظيفه الجرافيك ديزاينر ركزت فيها على عدد الاعلانات وعدد الحملات والتسليم في الوقت المعين والتدريب والتطوير، وكان الفاينل سكور بتاعي حوالي 83%. بعد كده دخلت في الاونبوردنج بلان لوظيفه الجرافيك ديزاينر، قسمته ل3 مراحل: البيفور دي 1 والفيرست دي والفيرست ويك. اول حاجه البيفور دي 1 ان انا بكلم الموظف عندي، بطلب منه المستندات المطلوبه وبجهز له مكان البيئه بتاعته والادوات اللي هيستخدمها زي اللابتوب بتاعي، وبعد كده ببعت له مسج ببلغه فيها بميعاد اول يوم عمل. بعد كده في المرحله الثانيه في الفيرست دي بستقبله وباخده كده زي جوله في المكان، بعرفه على التيم بتاعه وعلى زمايله، وبعد كده بعمل له البصمه ومضيه على العقد. وبعد كده بيكون عندنا جنرال اورينتيشن بعرفه فيها نبذه عن الشركه وعن المزايا والسياسات وعن الهيكل التنظيمي للشركه. وفي المرحله الاخيره بيكون عندنا تكنيكال اونبوردنج او المرحله الثالثه تكنيكال اونبوردنج، ساعتها بيروح للدايركت مانجر بيعرف اكتر عن القسم بتاعه او الديبارتمنت بتاعته، بيعرف فيها الادوات والبرامج المستخدمه اكتر. وفي النهايه بنعمل فولو اب بلان عشان نتاكد ان الموظف ده اندمج بصوره صحيحه جوه الشركه عندنا، عشان نقلل من فتره التكيف ونزود الانتاجيه. وكده اكون خلصت جزء ال L&D. هدخل في جزء التوتال ريورد. الهدف بالنسبه لنا في التوتال ريورد ان الموظف مش بس بيحصل على المرتب بتاعه، لا كمان بياخد مجموعه من المزايا والتعويضات الماليه والغير ماليه. فعشان كده قسمنا التوتال ريورد ل3 مستويات: CEO والاكاونتنت والوير هاوس. وكل وظيفه عندنا بتاخد مجموعه من التعويضات والمزايا على حسب حجم المسؤوليات في الشركه. فعشان كده هنلاقي عندنا السي او واخد بنفيت اكتر من الاكاونتنت والوير هاوس، وكذلك برضو في الكومبنسيشن. بعد كده اشتغلت على الجوب ايفالويشن بنظام البوينت سيستم. هنا بنقيم كل وظيفه بناء على مجموعه من العوامل الرئيسيه زي المسؤوليه والاشراف والقياده والمهارات واتخاذ القرارات. بعد كده في جدول تقييم الوظائف بندي لكل وظيفه مجموعه من النقاط، وفي الاخر بعد ما بنجمع النقاط بنقسمها على متوسط سعر مرتب الوظيفه بناء على السالاري ستراكشر. ففي الاخر بنوصل لسعر النقطه بس. والهدف بتاعنا في النهايه ان احنا نحافظ على الكفاءات الموجوده جوه الشركه ونزود درجه الرضا بتاعه الموظفين. كده اكون خلصت الجزء بتاعي. شكرا. بالنسبة للسياسات وإجراءات المرتبات، احنا بنحسب المرتب، بنقفل المرتب يوم 21 في الشهر، بنحسبه في الفترة من 21 ليوم 20 الشهر اللي بعده. من يوم 21 بنبدأ نسحب تقرير الحضور والانصراف ونعتمد حالات الغياب وحالات التأخير. بعد كده بنراجع المتغيرات او بنضيف المتغيرات اللي هي بنحسب الساعات الإضافية طبقا لقانون العمل، والعمولات والجزاءات برضو طبقا لقانون العمل. بعد كده بنبدأ نراجع ده كله، وبعدين نحول المرتبات من يوم 26 بحيث ان احنا نضمن ان هي يوم 28 يكون كل الناس قبضت. طرق الصرف كلها تحويلات بنكية ما عدا بعض الحالات اللي بنصرف فيها كاش، وده بيبقى بسبب التعيينات الجديدة
لسه ما عملناش لهم حسابات بنكيه، فبنضطر نقبضهم كاش. بالنسبه للاستقطاعات فاحنا بنشيل الاستقطاعات اللي هي السلف والجزاءات واي التزامات ماليه اخرى طبقا لقانون العمل ما ينفعش تتجاوز 50%، عشان لازم نضمن الحد الادنى للحياه الكريمه للموظف. بالنسبه بعد كده بنطبع كشوف المرتبات وديت بنحتاجها في التفتيشات، ولازم نضمن السريه في كشوف المرتبات بحيث ان مفيش اي حد ينفع يطلع عليها. وبعد كده لازم ننزل البي سليب للموظف الكتروني او ورقي، وبندي للموظف فتره اعتراض 48 ساعه بحيث ان هو لو له اي مستحقات نقدر نراجع في 3 ايام ونديله حقه. خطوات اعداد كشف المرتبات: اول حاجه بنجمع بيانات الحضور والانصراف، بنراجع الاجازات والغيابات، نحسب الساعات الاضافيه، بنضيف البدلات والمكافآت، وبنخصم التاخيرات والتامينات، وبعد كده بنحسب صافي المرتب وبنراجعه كويس قبل ما بنحول المرتبات. البيانات اللازمه لاعداد كشف المرتبات: طبعا لازم كشف المرتبات يكون موضح فيه ايام الحضور، ايام الغياب، التاخيرات والساعات الاضافيه، البدلات والحوافز والتامينات والضرائب. ده شهر معين، مثلا شهر 5/2026 كانت مرتبات الموظفين الرواتب الأساسية كانت 1,500,000، البدلات كانت 200,000، الحوافز والمكافآت كانت 250,000، الإضافي كان 300,000، التأمينات اللي بتتحملها الشركة 150,000. في الآخر هيدينا 2,400,000. دي تكلفة العاملين في الشركة كلها. بعد كده بنحلل التقرير اللي احنا طلعناه بحيث ان احنا نشوف احنا محتاجين نعدل ايه عشان خاطر نقلل الكوست. فلقينا ان الاضافي هو اكتر حاجه مرتفعه لما قارنا بالشهور اللي قبل كده، فطبعا هندي توصيات بحيث ان نتابع الساعات الاضافيه للحد من ارتفاع. نظام الحضور عندنا بيبدا من 8 الصبح للساعه 4. في بعض الحالات الخاصه مثلا زي الحامل من الشهر السادس بتقل ساعه يوميا، ممكن تاخدها الصبح او ممكن تاخدها تمشي ساعه بدري. بالنسبه لاجازه الوضع فهي 4 شهور طبقا لقانون العمل مدفوعين الاجر. بعد الولاده في ساعه رضاعه يوميا لاول سنتين. بالنسبه للاجازات السنويه طبقا لقانون العمل اول سنه بتبقى 15 يوم، وفي الاغلب بيبقوا 8 اعتيادي و7 عارضه. بعد اول سنه بيبقى 21 يوم، 14 اعتيادي و7 عارضه. طبعا في مش مذكور هنا ان بعد 10 سنوات خبره او بعد سن ال50 بيبقى 30 يوم اجازه. بالنسبه ل5% فهي اجازاتهم 45 يوم طبقا لقانون العمل. حالات انهاءات الخدمه الانقطاع 20 يوم، بنبدا بعد 10 ايام بنبعت له انذار بالفصل، بعد كده نبعت له بعد 20 يوم انذار تاني بالفصل، ونبدا نجري ونبدا نخلص اجراءات انهاء الخدمه ونقدم له C6 في التامينات، او 10 ايام متصله، او استقاله معتمده من مكتب العمل. وفي حاله ان هو ما رضيش يمضي الاستقاله من مكتب العمل ممكن نمضيه نموذج تفايل. طبعا في حالات انتهاء العقد مش شرط اخطره قبلها، ينتهي العقد بانتهاء مدته. او في حالات التقاعد والوفاه والعجز الكلي، والعجز الكلي ده طبعا بتحدده اللجنه الطبيه. هنا طبعا لازم نراجع محتويات ملف الموظف ونراجع مسوغات تعيينه. هنا مثلا في مثال اجر موظف 25,000 جنيه، طبيعي هيبقى الاجر التاميني بتاعه الحد الاقصى 16,700. لو كان الموظف يعمل في منشاه صناعيه في حالتين، ان التامينات ممكن ان اللجنه الطبيه ممكن تعتمد له باجازه باجر 100%. في الحاله ديت الشركه الصناعيه هتكمل له مرتبه لحد ما ياخد 25,000، او لو اعتمدت له بنسبه 80% برضو الشركه الصناعيه مضطره ان هي تكمل له مرتبه لحد ما يوصل 25,000. بالنسبه للمنشات الاداريه فمش المنشاه مش هتتحمل اي حاجه، التامينات هي اللي هتتحمل في الحالتين. هنا حساب مستحقات موظف. هنا طبعا بحسب اول حاجه بحسب له الساعات الاضافيه النهاريه طبقا لقانون العمل، الساعه في 1.35، الساعات الاضافيه الليليه في 1.7. بعد كده بحسب له الراحه ايام العمل خلال الراحه الاسبوعيه، بياخد يوم اضافي ويوم بدل راحه طبقا لقانون العمل. بالنسبه للعطلات الرسميه فهو هياخد الساعه بساعتين. بعد كده ببدا في الاجازات الرسميه بياخد ضعف مثلي الاجر. بعد كده ببدا احسب الوعاء الضريبي وابدا اقسم الضريبه بتاعته لشرايح، ده من الشريحه الصفريه ل 10% ل 15%، وهكذا بقى بقيه الشرايح. انا بصراحه عايزه اقول ايه الحلاوه دي، حقيقي بجد ايه الحلاوه دي، حلوين قوي قوي قوي. خلينا نتكلم كمان على حته الاو دي بالتحديد. انتوا عاملين كفرنج لكل حاجه، مفيش حاجه
ما اتقالتش، فبرافو عليكم جدا. عجبني الدخله بتاعه البرزنتيشن ان انتوا الاتش ار از بارتنر للبزنس، فدي دخله قويه جدا. الاتش ار مش قاعد في المكتب شغال مع نفسه، لا في بزنس داير، والاتش ار هو شريك للبزنس ده بيمشي الدنيا في الفانكشن بتاعته. فهايلين. استفساراتي بسيطه جدا 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 جدا. اول حاجه، كان في واحده من الحاجات اللي انتوا عايزين تبصوا عليها تحسن ملموس في الاداء بنهايه العام، ده هتبصوا عليه ازاي؟ اديني مثال برقم، في حاجه كده سبيسيفيك. تحسن ملموس في الاداء نهايه العام ازاي وكام وفين وامتى؟ هو عامة زي ما دينا قالت كده من الكي بي ايز، بيكون في زي قياس للكي بي ايز. لو الشخص ده الكي بي ايز بتاعته قليله او ما عملش اللي هو مطلوب منه، بيبدا يتعمل زي ميتنج بسيط بينه وبين الاتش ار والدايركت مانجر بتاعه، نعرف عامه ايه السبب اللي حصل ليه الكي بي ايز بتاعتك قلت، ما عملتش المطلوب منك. لو في سبب معين بنبدا نحله وبنتابع بقى معاه مثلا شهر او 3 شهور، هو تمام خلاص ماشي متقدم ولا ستيل عطلان في نفس الحته اللي هو مش عارف يظبطها. يعني ايه النسبه المئويه اللي انتوا شايفين ان انتوا لما توصلوا لها تبقوا عملتوا تحسن ملموس، تبقى حققتوا قد ايه من الكي بي ايز؟ يعني ممكن 85 90%. 85 90%. اوكي ماشي. كتبتوا كمان ان انتوا عايزين تعملوا برامج تدريبيه، كام برنامج وفي ايه والمين؟ هو انا ذكرت ان المديرين اصلا كانوا اوريدي، دي من نقاط الضعف بتاعتنا، ان المديرين اصلا اوريدي محتاجين تدريب، فهم محتاجين برامج تدريبيه، دي اول حاجه. برضو الموظفين الجدد، لا الموظفين الجدد مش هيحتاجوا تدريب لان هم لسه هنشوف بقى هيحصل فيهم ايه، بس برضو الموظفين اللي الكي بي ايز بتاعتهم قليله، مش يعني كانوا اصلا اوريدي كويسين بس بداوا يقلوا، فساعتها بنشوف بقى ندي كورسات برامج تدريبيه ايا كان البوزيشن بتاعه، بنديله الكورس اللي هو محتاجه. لو اتش ار تبقى زي دبلومه، لو حسابات بيبقى ليهم كورسات معينه يعني. فانتوا بناء على البرفورمانس ابريزل هتبتدوا تحطوا توصيات ليها علاقه بالتريننج. اوكي ماشي. في الاورج ستراكشر انتوا اولا بتبيعوا ايه؟ انتوا استيراد وتصدير. استيراد وتصدير ايه؟ كل المنتجات. زي ايه؟ زي ايه؟ اساس مكتبي. كان احنا في الاول خالص كنا في الاساس المكتبي ده كان فكرتنا، بس بعد كده حبينا بقى ان احنا نخليها اشمل واعم يعني لكل المنتجات بقى، بحيث ان هي تبقى بتناسب كل الفئات وكل الاعمار. ايه مفهومك عن كل المنتجات؟ يعني لبس لبس بقى، سكين كير بقى، ميك اب، اساس مكتبي زي ما احنا قلنا، كل الحاجات الخاصه بالاستخدام الناس عامه، ايا كان العاب مثلا للاطفال، ايا كان الاعمار، بنحاول ان احنا نغطي من الصغيرين لحد الكبار خالص. اوكي طيب انتوا عندكم فرع ولا انتوا اونلاين ستور؟ لا عندنا فرع في وسط البلد بتبيعوا فيه كل الحاجات دي؟ هو زي فرع صغنون كده بمخزن، بس في الاكتر بقى اونلاين يعني. بس انتوا كنتوا كاتبين ان علي بابا من الحاجات اللي بتنافسكم، فانتوا حاجات زي علي بابا وامازون وشين ولا انتوا يعني ممكن حاجات تبقى نفس الفكره كده. مش محددين لسه صح؟ اصل الستور اللي هيساع كل ده وهو صغير، انتوا بتتكلموا في حجم رهيب جدا، ولو انتوا اونلاين ستور فالبيزنس برضو راح في حته تانية وحاجه تانية. أيوة صح. هيخليني في الاورج ستراكشر عايزه اشوف تيم للكونتنت. أيوة. مين هيعمل كونتنت على الاونلاين ستور بتاعكم؟ ان احنا حابين، كنا ناويين نفتح بقى في 2027 مخزن، فرع تاني للمخزن، يعني اغلب الموظفين الجداد اللي احنا عايزينهم تقريبا حوالي 35 موظف دول اصلا عماله عشان يشتغلوا في المخازن او في الفرع الجديد اللي احنا حابين نفتحه، فاحنا كنا متركزين اكتر ان احنا نزود في فكره بقى اونلاين، وان احنا نشغل اكتر على السوشيال ميديا، حتى عشان كده جايبين ماركتنج قوي بقى شغالين الحته دي يعني. ما شفتش برضو تيم خدمه عملاء ولا دليفري؟ عندنا دليفري. دليفري كان تحت اداره ايه؟ لا الادمن كان تحتيه درايفرز وسكرتاريه. ممكن ترجع ممكن بصوا على الشارت كده، انا ما شفتش خدمه عملاء ولا دليفري. كاتبين 13 اداره، وانا لما عديتهم كده ما كانوش 13 عشان كانوا بعيد، فانا ما قدرتش اشوفهم، بس من فوق كده كانوا على الليفل الهوريزونتال ما كانوش 13، هم دول 11 قدامي 11 هوريزونتال يعني. هم غالبا حاسبين الجنرال مانجر والسي او توب مانجمنت. اوكي. حاجات الدارك دي ادارات منفصله. لا الدارك دي كانوا كاتبين ان هي فيكنسي او حاجه صح؟ ممكن تصغر كده، انتوا كنتوا عاملين ليجند للالوان، معناها ايه؟ اللي هو الازرق الغامق ده البلو كولر، بلو كولر وايت كولر. فين ال 13 بقى؟ 11. هم 11. انا حطيت كمان السي او كاداره لوحدها. شويه هم فكروا فيها كده، ستوب مانجمنت كحته لوحده، حطيته كاداره لوحده يعني، هما دي اداره ودي اداره، ونازل بقى منهم 11 اداره. صراحه انتوا هايلين قوي وشفت عندكم ارقام كتير
فدي حاجه برافو جدا. تقريبا كل حاجه كنتوا معبرين عنها في الارقام، في الاستراتيجي، في البالانس سكور كارد، كله كان عباره عن ارقام ما عدا الحاجات البسيطه اللي انا سالتكم عليها. فهايلين بصراحه. اسيبكم مع استاذ نعمان. شكرا يا شباب، شكرا على المجهود الرائع اللي مبذول في البروجكت، والبرزنتيشن النهارده وضحت ده بشكل واضح. هقول لكم على كام نقطه عاجبني قوي 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 منكم الحقيقه من ساعه ما كنت بريفيو البروجكت. اولا انتوا من الجروبات القلائل اللي ربطوا الاستراتيجيك جولز بتاعت الشركه بالورك فورس بلان بشكل واضح وصريح، بدون ان انا بحاول، يعني كان في ناس بتحاول تليس الموضوع زي ما بنقول، يعني عشان هم مش عارفين يعملوا الربطه صح اصلا ما بين الجولز الاستراتيجيك جولز بالورك فورس بلان. فانتوا كانت واضحه وصريحه جدا، وانا بحب اللي هو 1 زائد 1 يساوي 2. ما تقوليش ممكن تبقى 2 ونص. هي لو انت مش فاهم البيزنس موديل بتاعك ما تعملوش اساسا، يعني الاساس. تاني حاجه، انتوا كنتوا من افضل، انتوا مش من افضل، انتوا افضل بالفعل اونبوردنج بلان اتعملت او شفتها على وجه الخليقه. غشام من حضرتك بصراحه. السؤال بقى، الحقيقه انت مش غشاها مني ولا حاجه يا دينا، علشان انا مش عامل ده اصلا في السورسز اللي انا اديتها لكم، ولذلك الجزء التكنيكال اللي تحت ده معمول بحرفيه عاليه قوي وريلايبل قوي، هو حقيقي. فانتوا عاملينه ازاي؟ بصراحه كنت بدخل اكتر في كل وظيفه واقدر يعني اقرا عنها اكتر واعرف في الديبارتمنت اكتر ايه اللي بيحصل فيه. وطبعا يعني ساعدني شويه زمايلي وساعدني شويه الاي اي ان انا اخد افكار وبعد كده اعيد الصياغه. برافو، هي فوق الواقعيه بشويه، فاشكركم شكرا جزيلا وبحييكم عليها. الحاجه اللي انا كنت اتمنى اشوفها في البروجكت علشان يبقى متكامل بالنسبه لي هم نقطتين صغيرين. ال&D بلان، يمكن يومنا اتكلمت معاكم فيها قبل دقايق، كان نفسي يبقى في L&D بلان واضحه وصريحه زي كيس لكل مثلا مستوى. عملنا معاها ايه؟ لكل زي كيس مثلا عملنا معاها ايه؟ لا لكل وظيفه او تايتل اداري او مانجيريال ليفل معين انتوا حاطين له بلان للديفلوبمنت بلان ياخد كورسز ايه على مدار قد ايه. تمام. تاني حاجه، في الاول خالص في بدايه البرزنتيشن انا تهت في البيزنس بتاعكم، البيزنس موديل. انا ما فهمتش هو الاندستري سبيسيفيك بتاعته ايه، البيزنس موديل بتاعه شبه علي بابا، امازون، شي ان، هو ستور ولا اونلاين ولا اوفلاين ولا، ما بقتش فاهم. وحته استيراد وتصدير، بنصدر كل حاجه دي محتاجين نعمل عليها دايره كده، لان ما فيش حد بيصدر وبيستورد كل حاجه. على الاقل في بيزنس لاين معين او في كاتيجوري معين بنشتغل فيه، انما كل حاجه بتاعت كل حاجه صعبه شويه، او محتاجين نبقى سكيل كبير قوي زي علي بابا، زي امازون، زي الامثله دي اللي نقدر نقول ان احنا نقدر نشتغل في الحاجات دي كلها. تاني مره بقول لكم انتوا هايلين. واخر حاجه انا عايز بس اخدكم خضه كده، ما تتخضوش، اوعدوني ان هوريكم حاجه بس ما تتخضوش، توعدوني؟ طيب ده بتاعكم صح؟ الفايل ده بتاعكم، بس الحاجات البرتقاني والازرق دي انا اللي كاتبها، ماشي؟ دي ماي كومنتس. يعني المان باور فور وايت كولر اللي هي الكمبيوترايزد فوركاست، المعادله بتاعتها مش مظبوطه، فيها غلطه صغيره، دي هشرحها لكم ان شاء الله بعد ما نخلص الحلقه بتاعتنا. اوكي، دي هبقول لكم عليها. شكرا جزيلا. شكرا جدا ليك. شكرا جزيلا ليكم. انا طبعا مش هزايد على كلام الدكاتره، فعلا مجهود واضح جدا، واضح النظام. وزي ما هو استاذ نعمان واستاذه يمنى قالت، من الصعب تلاقي جروب، يعني بعض الجروبات قدموا شغل هايل، بس ما كانش فيه ارقام واضحه في البيزنس بلان، ارقامك عامله ازاي، ارباحك عامله ازاي، انت ناوي تكبر ازاي، والكلام ده كله. بس انا بس برضو هقول نفس السؤال بتاعهم، هو البيزنس موديل بتاعكم ايه؟ انا عايز اعرفه. هل اونلاين؟ معلش عيدوا لي بس الموضوع. لينا ستور في وسط البلد. ستور مخزن، صح كده؟ انا فاهم صح؟ في وسط البلد. طيب الستور ده الموظفين انتوا 100 موظف صح؟ انتوا بتعينوهم ازاي؟ خلال الشركه. موجودين فين؟ يعني فين؟ ستور مخزن. لا، ما هو هي شركه وجنبها ستور، يعني في مقر للشركه، بس في ناس اونلاين كتير قوي. يعني تيم السيلز بالنسبه لنا كله تقريبا اونلاين. صحيح كده؟ بتتعاملوا معاهم ازاي كسياسات؟ انت بتقول لي ان في اجازه وضع 4 شهور، وبتقول لي من 8 ل5 او من 8 ل4، صح كده؟ طب انت حاطط السياسه دي ازاي مع الاونلاين؟ بتعمل له العقد بتاعه عامل ازاي؟ عقد العمل، يعني انا راجل باجي سيلز اونلاين، هتعمل لي عقدي عامل ازاي؟ وايه اللي القانون بيقوله؟ عامه لما بعمل كونتراكت مع السيلز مش بخليه كله اونلاين، بخليه زي نظام الهايبرد، بينزل مثلا عندي يومين في الاسبوع وبقيه الايام بيكون اونلاين. فبالتالي لما بينزل عندي اليومين في الاسبوع لازم يلتزم بالسياسه اللي انا اوريدي حطاها، ده غير ان يكون في جروبات اصلا ما بيننا بنبعت عليها اي ابديت. بيتكلم عن العلاقه التعاقديه يعني يعني هل انا في السيلز الاونلاين ده
لو جيت قلت لك انا عايز 21 يوم اجازه من حقي او 15 هتديهم لي ولا لا؟ هل واحده خدت اجازه وضع هتديها له ولا لا؟ عقده بيبقى عامل ازاي؟ مزاياه عامله ازاي او واجباته عامله ازاي؟ انتوا بيزنس اونرز، الواجبات عامله ازاي؟ واجبات الوظيفه، انا سيلز هتعاملني زي اللي هو الاداري الاتش ار ولا لا؟ عقده بيبقى عامل ازاي؟ عقده بيبقى عادي زي اي عقد بعمله، لان هو هايبرد وبينزل وعارف سياسات الشركه. هي الفكره ان هو ما بيجيش ما بيحضرش في الشركه من 8 ل 4، بس لازم يكون موجود اونلاين من 8 ل 4، بيستقبل مثلا مكالمات العملاء ويرد بنظام عليهم. سياسه انت حاطه للكول والحاجات دي بالظبط. ولازم يكون اشوف شغله برضه. بتامن عليه؟ طبعا لازم امن عليه. بتامن عليه من امتى؟ من اول يوم ولا؟ D1. طب لو مؤمن عليه بره هتعمل ايه؟ لو مؤمن عليه بره ما هصبر عليه 15 يوم لحد ما يخرج نفسه. لا ستيل مؤمن عليه، انا مؤمن عليا في برو سيرف وجيت لحضرتك شغال بياع، هتعمل معايا ايه؟ لازم حضرتك تجيب لي برنت تأمينات انك متأمن عليك، وجواب من الشركة اللي انت شغال فيها يثبت انك متأمن عليك في شركة تانية. هايل رد هايل. اخر حاجه هقولها، انتوا فعلا ماشيين البيزنس موديل بتاعكم قانونا وارقام صحيحه، وفعلا انتوا قادرين تقوموا شركه. واللي انتوا بتعملوه في السيلز او العلاقه التعاقديه، انت قلت لي اول كلمه جميله قوي اللي هو انا بعمل عقد زي اي عقد. هو فعلا قانون العمل اعترف بانماط العمل الجديده اللي هي ايه الجديد. اللي هي ماده 97 لو عايز ترجع للماده كمان. اللي هو اللي انت بتقوله ده اللي هو حسب عملك انت عايزني فيه ايه. انا سيلز عايزني اونلاين او اوفلاين او ايام معينه او ساعات معينه. فده قانون العمل الحمد لله، قانون العمل 14 ل 2025 اللي هو اعترف بالمواد دي. اللي هو عشان كنا دايما نقول في القانون القديم هو الراجل اللي شغال اونلاين ده هديله اجازات ولا لا؟ كان السؤال ده سايرنا كتير قوي. الراجل السيده اللي تاخد اجازه وضع ما هي كده كده قاعده في البيت صح كده، هديها لا يعني لازم او لا. فانت جاوبتني اجابه سريعه جدا وهايله وصحيحه، اللي انت هو زيه زي الموظف اللي هو قاعد على المكتب، عشان هم اعترفنا بانماط العمل الجديده. واخيرا اقول لكم هايل جدا ومنظمين جدا وبرافو عليكم. مع استاذ فتو. انتوا كنتوا اونلاين صح؟ عشان مع اونلاين طمنتوني ان الناس اونلاين بصراحه بتفهم بصراحه والحاجه كويس. يعني انتوا فرحتونا ان برضو الناس اونلاين معانا النوليدج وصلت لها وكانوا اكتف زيهم زي الناس الاوفلاين. بشكركم ان انتوا كنتوا بانتباه كويس، ان يعني الكواليتي اللي خارجه دي يعني دي خارجه عن انتباه وخارجه عن تركيز، وباين ان انتوا كنتوا مركزين جدا في كل السيشن. باين من البرزنتيشن ان انتوا في كل فانكشن دخلتوها حطيتوا كلها كل الفاكتورز اللي فيها. مش عايز ابوظ كان عندي حاجه كومنت بس بسيط. انت قلت في وسط البرزنتيشن، عايز بس اضيف لك حاجه او وليكوا برضو كلكم، قلت في وسط البرزنتيشن فقارنا علشان الاضافي فشوفنا ان اللي مزود فهنتكلم مع الاداره. حاول تبقى الموضوع خدت اكشن. انت بتشوف ان الاضافي عالي، طب ايه الاكشن اللي خدته؟ وهل الاكشن ده مضر ولا صحي للاورجانيزيشن؟ لان انت ممكن تاخد اكشن انت تمنع الاوفر تايم فيحصل تيرن اوفر، الناس تمشي. انا بدي توصيات بس. انا ما لا احنا دورنا كاتش ار اللي هو احنا البيزك ستيج ما بين الموظف وصاحب الشركه. فانت تحاول تدي البيست براكتس زي ما بيقولوا، احنا بندي احسن سيناريو يقدر يحصل. طب ممكن اقول حاجه بتحصل معايا بره يعني؟ تمام. بيجي سي او يقول لي مالكش دعوه. لو عملت اللي عليك تبقى انت تحصل معايا فعلا. لا لو انت عملت اللي عليك وقلت البيست براكتس بتاعتك وقلت كل الريسك اللي احنا هناخده هنا ايه، ولو ما عملناش كده ايه البينيفيتس اللي جايه للشركه ايه، لو عملت كل ده فانت خلاص انت راضي، انت ساتسفايد. القرار يتاخد يبقى اي نتائج سلبيه تيجي انت في غنى عنها. فانا قصدي ايه، ان انت برضو حتى النقط البسيطه دي خلوا بالكم منها عشان تكملوا الحلاوه اللي انتوا عاملينها دي. النقط الصغيره دي انا مش هرجع اقول ايه فلقينا الاوفر تايم عالي فقلنا يعني تشيك مع لا، فقلنا هناخد اجراء ايه، فقلنا هو لما عملنا اناليسيز لقينا اللي عامل اوفر تايم ده بوزيشن ايه، فهل نعوضه ونعين حد بدل ما نعمل اوفر تايم كل شهر وبيعلى؟ طب ما احنا ممكن نهاير حد. فخلي طبعا يعني كل حاجه يبقى فيها اكشن واضح. بس انتوا هايلين جدا 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 وعملتوا اناليسيس كويسه في البيرول وعملتوا اناليسيس كويسه عموما في كل الفانكشن. شكرا لكم جدا. ربنا يخليك. انتوا كمان هتاخدوا بونص كمان هيعلي اكتر ما انتوا عاملين حاجه اول سؤال who am I، يعني ايه اللي انا هقوله ده؟ a job analysis method involves watching employees perform their job in real time.
يعني دي حاجه من الميثودز بتاعت الجوب ايفالويشن او الجوب اناليسيز، اللي هو عن طريق ان انت بتواتش الامبلوي وهو شغال في ريل تايم. دي اسمها ايه في الجوب اناليسيز؟ في كذا ميثود في اوبزرفيشن. صح، جميل. تاني حاجه، ما هي مده اجازه الوضع؟ 4 شهور. 4 شهور ولا 5؟ 4. 3 طبقا للقانون. ما هي قيمه مبلغ الاعفاء الشخص السنوي؟ الله ينور عليك، شاطرين جدا، برافو عليك يا أستاذ. ودلوقتي جه دورك، سجل في الراوند الجديدة لدبلومة HR MD.